ورحمة الله وبركاته. تبديل بول برن لماطور مبردة بلاستيك. أول ما نرفع هاي الغطاء رفعنا هذا المكان، شلنا المروحة من مكانها، طلعنا هذا البول برن التالف. شلون طلعنا البول برن؟ فتحنا هاي البراغي الأربعة، قصيناها بالكوسرة من هذا المكان، 1 2 3 4، سحبناهم طلعناهم من المكان. جبنا براغة جدد، هاي البراغة الجدد مبيوعة بيها وجهين، ينباع الواحد ب500 دينار، 4 براغي. البول برن مالها 6202 و 6203 حسب النوعية. البول برن السابق شلون اذا جاي شوفون شلون تالف. هذا البرغ الاول، خلينا اذا جاي شوفونه بهالشكل هذا، صامولة منه وصامولة منه بكيفك من ما تريد، صامولته 7. البرغ الثاني اللي هو هذا طلع من هذا المكان، هم صامولتين بيه، صامولة منه وصامولة منه. شدينا الاربع براغي، الزيادة نخليها لهنا، الزيادة مال البرغي نخليها لهنا على مود مناك مروحة، خاف تطخ المروحة او شيء. هسه نشدهن نضبهن بالاسبانة 7 ونرجع وياكم. من هذا الوجه يم المروحة بهالشكل صارت، هاي البراغ زيادة هنا صارت هنا. هسه الحمد لله والشكر كملنا هاي البراغي بالكامل. هسه نجيب الكوسر نقطعهن، اذا واحد ما عنده كوسر يسوي بعد يصير عادي بالنسبة للبرغي، بس هو نشاز لازم تجيب كوسرة او شيء تقص البرغي بيه، لان البرغي شوية زيادة، وهذا المكان بيه مروحة قلنا ما يصير بيه برغي. قطعنا هاي البراغي زيادة الحمد لله والشكر. هسه الحمد لله اشتغل. هسه نجيب كغجار بننظف هذا المكان الشوائب. ما شاء الله ما شاء الله شلون طلعت. وحفاظا على ايدك لازم تلبس، شوف شلون لابس، شوف اثنين، شوف اثنين، هذا واحد حفاظا. هسه شو نسوي؟ نجيب سيليكون نخلي بهذا المكان، والمكان من الخلف، هذا المكان والجهة الثانية نفس الشيء. هذا السيليكون الاسود هذا المكانات خلي وانا هذا السيليكون على مود ما يدخل ماي. الصامولات نضيعهن لان هذا معرض للرطوبة. ليش هو صار بهذا المكان؟ بسبب الاهمال. تدرون بعد هو الناس خطية اغلبها ما تعرف، مو يعني تقصيرا من عندهم. هسه عندنا هذا بهالشكل هذا، اذا جاي تشوفونه اي حتى صدأ ما يصير بيه. حتى المكان هذا اللي مزنجر راح نسوي سيليكون اسود. هاي الحمد لله والشكر. ونتأكد من حماوة الماطور، اذا حمى يعني شغلنا هم بيخلل لازم نرخي البراغي، يعني شوي لازم نضبهن نسويهن بعد حسب هالشكل هذا. الجهة الثانية نفس الشيء ونرجع وياكم. الجهة الثانية اللي هي هاي، الجهة الثانية لازم هم نفس الشيء نسويها من الصامولات هن والبراغي على مود تصير طريقة فتح سهلة، لان هذا السيليكون ما بيسوي ازعاج ولا بي اي شيء. بهالشكل هذا على مود ماي ما يدخل للمناطق هاي كلها. حسب ما درس افتهمنا من الناس الكبار اللي الله يحفظهم ان شاء الله انه ويرحم الماضين منهم، قول لحد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعداء الله جل صحيح كلامي، رحم الله امرئ عمل عملا صالحا واتقنه. هاي العمل اتقان لازم يكون بصورة صحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا والدي لهم بالدعاء بالمغفرة وليغفران الذنوب. جزاكم الله خيرا.